اكتر مشكله بتواجه المبتدئين كلهم ان هم بييأسوا من بدايه الطريق، وبيشوفوا ان اهم حاجه يكون في امكانيات كبيره. ولكن انا النهارده جاي اقول لك على حاجه بسيطه، ودي عن تجربه شخصيه، لاني كنت في يوم من الايام زيك، كنت في يوم من الايام مفيش الامكانيات ان انا اصرف على الرياضه دي. فهقول لك على اهم نصيحه تلتزم بيها. معكش تجيب افضل اكل، اتمرن. ما بتنامش كويس، اتمرن. شغلك مجهد، اتمرن. ايا كان ظروفك تحت اي بند، اتمرن. بمجرد ما ظروفك تسمح انك تاكل كويس وتنام كويس، انت هتشوف تطور ما شفتوش في حياتك قبل كده. انما لما تكون اصلا ما بداتش خالص ولسه هتبدا من الصفر، الموضوع برضو مش افضل حاجه. انما لما تكون بتتمرن وعضلاتك شغاله وبتاكل اكل البيت، هتتحسن بمجرد ما يكون الظروف متاحه ليك انك تاكل كويس وتنام كويس وعدد ساعات شغلك يبقى احسن حاجه والكلام ده. لكن مفيش حاجه هتيجي كده بشكل مباشر على طول، لازم هتتعب شويه. فاللي عايز اقوله لك، اتمرن تحت اي ظرف من الظروف، وسيبك من الناس اللي بتقول لك لا لازم ولازم ولازم. مش لازم، اتمرن حسب ظروفك وحسب امكانياتك، والدنيا هتظبط معاك واحده واحده، هتوصل لفورمه قويه بامر الله. بس حط في دماغك انك عايز توصل لفورمه قويه في يوم من الايام. بس سلام.